ده اللي انا كنت منتظره منك يا خميس. اللي عايز ينجح ما يبصش لورا ولا يدور في دفاتره القديمه. انا زحت النوح من قدامك في السوق وكبرتك عليه. ما تطمعش بقى في اكتر من كده. ده مش طمع يا باشا، والله ما طمع، ده استرداد حق. هبقى كبير ازاي وانا مش عارف ارد حقي؟ شوف يا خميس، اللي عايز يكبر مش لازم يستهون باي حد قدامه، لازم يقيس قوته كويس عشان يعرف يتعامل معاه. وخلي بالك ان النوح ابن كار، فاهم الشغل كويس ومفطم ولاده وعنده عزوه وعنده رجاله، يعني مش سهل. طب يا باشا، هو مش في لا مؤاخذه يعني خرفان بتترمي للحكومه؟ بس النوح مش واحد منهم. ما انا ما كنتش واحد منهم وعملها معايا. ما هو خد جزاته، وانت شفت انا عملت فيه ايه. باشا انا مش عايز حد يزاحمني في السوق. مين ده اللي يقدر يزاحمك في السوق وانت هتبقى جوز بنتي؟ يتوب علينا ربنا. ما تسمعلوش المرة دي يا خميس. العمروتي عايز يكسب الكل ويأمن نفسه. سواعي اسمع له وسواعي ما تسمعلوش. حيرتيني يا حاجه. لا حيرتك ولا حاجة يا ابن بطني. الصح انك تسمع للكل وتاخد اللي يفيدك. العمروتي عايز يجوزك بنته، قلنا وماله، ألف مبروك. لكن يحط لك النوح قتب ورا ظهرك، ده اللي ما يلزمناش. وكمان عايز اقول لك حاجة، السوق زي المخدة، ما يستحملش اتنين حلوين. السوق زي المخده؟ ايه البق ده؟ حلاوتك يا حاجه. اياك تكون فهمتني وقريت اللي في دماغي. قريت بقى العمروتي الباشا عايز يرميني في السوق ويكبرني، بس في ذات نفس تلك الوقت يحط لي النوح على الخط كده يسخن بعبع يخوفني بيه، على اساس لو انا قلت معاه وما سمعتش كلامه يقول له يسخن، فاتلم انا بقى واسكت. قال يبقى لازم تخلص من نوح يا خميس. طلب البضاعة يا كبير. دي مش طريقه دي يا معلم نوح. ما انا جاي لك اهو بمزاجي. بالراحة يا متر، دي مجرد إجراءات أمنية. هي دي برضه الاصول يا معلم نوح. ما قلنا اهدى على نفسك شويه لا يطقلك عرق. انتوا عايزين مني ايه يا معلمين؟ كل خير. مش باين. شوف يا متر، انت لو نظفت ودانك وسلكت مخك اخرتها هتبقى خير ان شاء الله، بس انت ما تقاطعش. بدران انت راجل عملي وده اللي بيعجبني فيك، عشان كده انا هخش في المطلوب دغري. انت تلزمني يا بدران. اشمعنى؟ انت هتستلوح من اولها ولا ايه؟ ما كلام المعلم واضح زي الشمس. ما انا بحاول افهم الشمس دي بتطلع منين يا معلم راء؟ ما انت لو كنت صنفرت دماغك كنت فهمت شمس بلادك تطلع منين. انت هتاخد قد ما بتاخد عند افندينا 3 4 مرات، ومن غير ما نعرف هو كان بيديلك كام. يعني انت اللي هتحدد وانت اللي هترزق. شفت بقى يا متر، احنا عايزين نعمل معاك الصح ازاي؟ طب يا معلم لو عندك قضيه هات لي ورقها دلوقتي وانا هدرسها انا لو عندي قضيه كنت جيت لك مكتبك بنفسي، ما كنتش هجيبك لحد هنا ولا مؤاخذه بالطريقه دي. خليك دغري يا معلم زي ما قلت. انت لو لفيت الدنيا دي كلها على كعوب رجليك عشان تلاقي ناس سالكه زينا مش هتلاقي. احنا علامه مميزه، المعلم النوح وولده. اوعى تفتكر ان انا زعلان منك عشان طلعت افندينا من قضيه قتل ابن الشهيد. بالعكس، انت اديتني فرصه اخد طاره بايدي مش بايد الحكومه. انت عايز ايه مني بالظبط يا معلم؟ رقبه افندينا. انت لحقتها قبل حبل المشنقه، المفروض بقى تكمل جميلك تسلمها لي.
هو ده برضه العدل يا متر. انا مش قادر افهم انت ازاي مآمن لراجل زي ده. ده كلب افندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. احنا في خطر يا براءة، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي افهم انت قلقان من ايه بالظبط يا معلم. ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. انا حاسس ان الباشا هيسلمنا الخميس زي الخرفان، وانا مش ناوي ابدا اناولها له. عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما انا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، انت اللي ما سمعتش كلامي. انت عملت ايه في حوار بنته؟ بنته؟ ما انا سبتها زي ما انت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحة انا ما بقتش فاهمك يا حاج. شوية تقول لي سيبها وشوية تقول لي ارجع لها. هي ايه الحكاية بالظبط؟ يا دي افهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها في زوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني ارجع ادوس بنزين من تاني؟ بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة ايه؟ الرمانة. رمانة. رمانة. خشي يا اللي بره. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونه، مش تريحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم. انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما اعملك شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي يا بابا. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايزه اعود نفسي عليها. دبريني، قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام.